صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض الجندوفلي. خطير يا جماعه. الناس اللي رايحه المصيف ومحبين يقزقزوا كده حاجات على الشط او على البحر، مفيش احسن من الجندوفلي. رهيب. هنعمله بتتبيله حلوه قوي قوي. يلا بسم الله نبدا مع بعض. الجندوفلي بجيبه واغسله كويس قوي من الرمله بتاعته وانقعه شويه حلوين كمان، واحط عليه شويه كده من الملح واقلبهم كويس قوي، وبعد كده صفي الجندوفلي. بعد كده بيفتح معاكي ويبقى بالمنظر ده. طبق بقى فيه بصل وليمون وفلفل الوان او فلفل اخضر وتوم، وهفرمهم في الكبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد كده هحضر صينيه او طاسه معاهم معلقه من الزيت او معلقه من الزبده، وهنشوح كل الكلام ده مع بعضه. وبعد كده هننزل بالجندوفلي ونقلب الدريسنج ده او التتبيله دي مع الجندوفلي بالشكل الحلو ده. وسامعين بقى سامعين الطقطقه كده وشامين الريحه خطيره يا جماعه. هنقلب كل ده مع بعضه، وبعد كده هننزل بالكمون وكمان عصرتين 3 كده من الليمون، وعلى الوش بس كده شبت او بقدونس براحتك خالص. وقلبي كل الكلام ده مع بعضه بالظبط 10 دقايق او اقل من 10 دقايق، يعني من 7 ل10 دقايق بيكون الجندوفلي جاهز معاكي. طبعا بنغطيه في الوقت ده ونسيبه بقى 7 10 دقايق كده، وبعد كده بنغرفه بيبقى خطير يا جماعه. معانا 7 او 10 دقايق بيكون الجندوفلي مستوي معانا ومفتح كده، والدريسنج كله دخل في الجندوفلي. بصوا بقى الجمال خطير. جربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي. تاخدوه بقى الطبق الحلو ده وتطلعوا في البلكونه، او كمان تطلعوا بيه على البحر او على الشط، او ممكن تعملوه في البيت. بيبقى حلو قوي وازازه حلوه جدا، وبجد في كله فوائد. اعملوا سيرش عن الجندوفلي، بجد بجد من احسن الاسماك ومن احلى انواع البحريات الحلوه قوي اللي هتعجبكم، وكمان فوائدها كتيره قوي. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.